الناس اللي ضغطها بيوطى قوي في ايام الحر، عارفين ضغطكم بيوطى ليه؟ تعالوا نتكلم كلمتين علم. طبيعه ضغط الدم انه بيبقى حوالين ال 120 على 80، ولو نزل تحت ال 90 على 60 ده معناه ان فيه هبوط في ضغط الدم، ممكن يعمل اعراض زي الدوخه والزغلله والاغماءات احيانا، وده بيبقى موجود في الشباب الصغير بنسبه تقريبا 5%، وبيزيد قوي في الايام الصعبه اللي احنا فيها دي، وده عشان تمدد الشرايين اللي بيحصل مع الحر الشديد ده، غير كميه السوائل اللي بنفقدها عن طريق العرق، وبيزيد تحديدا لما الشخص يقوم يقف مره واحده وهو كان قاعد فتره طويله او كان نايم، فبيحس انه مش متزن وعايز يقعد بسرعه تاني. الخلاصه عشان تعرف تحافظ على ضغطك مظبوط في الايام الحر الصعبه دي، لازم تعوض السوائل اللي بتفقد منك، وده عن طريق شرب الميه او العصاير عموما. اما الحاجه الثانيه ان احنا دايما نحرك عضلات رجلينا عشان الدوره الدمويه تتحرك بشكل احسن، ومفيش شك ان الرياضه مفيده جدا في الحالات اللي زي دي. عامل بالظبط زي نسبه السوائل اللي في الازازه دي. عشان نرفع السوائل للسطح هنعمل حاجه من الاثنين، يا اما ندوس على الازازه بالمنظر ده عشان نحرك الميه تطلع لفوق، يا اما ان احنا نزود نسبه السوائل الخارجيه. قولوا لنا في الكومنتات ازاي بتتغلبوا على هبوط ضغط الدم في الايام الحر دي، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.